كلود لوروا، هذا الاسم مجرد تسمعوه ولا تشوفوه كتعرف بلي لا كوب دافريك غتبدا. كيتعتبر كلود لوروا واحد من اشهر المدربين في تاريخ القاره السمراء. هذا المدرب اللي دوز اكثر من 30 سنه في المسيره ديالو مع 8 المنتخبات افريقيه، وكاين فيهم منتخب اللي دربو اكثر من مره. لوروا بدا المسيره ديالو كلاعب وسط ميدان مع عده انديه فرنسيه بحال فريق روان واجاكسيو وافينغون قبل ما يعتزل في البدايه ديال الثمانينات. بدا المسيره ديالو التدريبيه في القاره السمراء مع المنتخب الكاميروني سنه 1985. من بعد 3 سنين غيتوج معاهم بكاس الامم الافريقيه سنه 1988 اللي تنظمت انذاك في المغرب. من بعد غيتنقل بين العديد من المنتخبات بحال السنغال، غانا والكونغو الديمقراطيه والكونغو برازافيل، واخر تجربه ليه كانت مع الطوغو ما بين 2017 و2021. ودوز طه فتره قصيره في الخارج مع منتخبات سوريا وعمان اللي كانتوج معاهم بكاس الخليج في 2009. وكيتعتبر الاب الروحي ديال المدرب السابق للمنتخب الوطني هيفي رونار، وحاليا اعتزل التدريب وكيشتغل كمستشار اعلامي رياضي في القاره السمراء. كانت هذه نبدا قصيره عن شيخ المدربين في القاره السمراء المدرب الفرنسي الشهير كلود لوروا. ما تنساوش تخليوا لي الراي ديالكم في التعليقات، ونتلاقاو في حلقه مقبله باذن الله، والسلام عليكم.